السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله مكملين وصفات العيد، وهنعمل البيتي فور بطريقة سهلة وبكل تركاته اللي هتخليه يطلع معاكي أحلى من المحلات، دايب وناعم وكمان فيه سنة قرمشة كده حلوة قوي. ولو أول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد لو عجبتكم وصفاتنا إن شاء الله. يلا نبتدي بقى ونقول بسم الله. معانا أول حاجة كيلو من الدقيق، و250 جرام من السكر البودر المنخول، و750 جرام زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان 3 بيضات كاملين وواحد صفار بيضة، ومعانا طبعا الفانيليا. هنقول كده هنبتدي بقى ونقول بسم الله. بصوا بقى يا جماعه، بالنسبه للزبده بصوا انا بوريها لكم ازاي. بتبقى طريه، يعني هي خارجه من التلاجة، لكن يعني ايه متسابه شويه كده بره، لان طبعا الجو دلوقتي مش ولا هو حر ولا هو ساقع، فانت بتسيبيها بره شويه لحد ما تطرى معاكي. طيب كانت جامده معاكي شويه، وطبعا انت خايفه على العجان بتاعك او المضرب، وهيكون يعني هتكون تقيله معاكي وانت بتضربيها، هتدخليها الفرن بعد ما تكوني سخنتيه شويه وطفيتيه، وتبداي تدخليها مثلا لمده 3 4 دقائق، تبتدي بقى كده تبقى طريه كده. ماشي. وبعد كده تشتغلي بيها. بصراحه ربنا انا حطيتها في العجان، وبعد ما شغلت عليها العجان شويه لقيتها متماسكه برضو، فرحت عامله ايه، رحت لماها من العجان ورحت مدخلاها الفرن زي ما بقول لحضرتك كده، وبدات بقى ايه اسيحها شويه كده او اطريها، وبعد كده اشتغلت بيها تاني. طبعا تاخدي بالك من النقطة دي، عشان انتي اولا بتبقى تقيلة مع العجان او المضرب لو انتي شغالة بالمضرب الكهرباء. انا هنا بقى بدي الزبدة ضربة كده او لفة كده عشان تطرى معايا، وبعد كده هنزل بالسكر زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا احنا قلنا السكر مقداره 250 جرام يعني ربع كيلو، وهضربهم بقى مع بعض. هيفضلوا يضربوا كده حوالي تقريبا 10 دقايق لحد ما نوصل لقوام كريمي زي ما هوريه لحضرتك دلوقتي. طب انت لو شغاله بالمضرب طبعا هياخد وقت اكبر، لان العجان بيبقى اسرع. تمام. كل شويه كده مع الضرب بوقف العجان وببدا انزل الجوانب بتاعه المقدار بتاعي كده، عشان السلاح يعرف يجيب كل المقدار. طيب في ناس بتشتغل بايديها، يعني ما عندهاش ولا عجان ولا مضرب. هنرجع بقى زي امهاتنا ما كنا بنعمل زمان، كانوا بيجيبوا المضرب السلك ويضربوا بيه لحد ما يوصلوا للقوام الكريمي ده. بس هي بصراحة بتاخد مجهود جبار، وعاوزة ان انت تستعيني بصديق بقى جوزك بقى ابنك اي حد كده يكون ايده ما شاء الله جامدة عشان يضرب معاكي. بصوا انا هنا بحاول اوريكم كل مراحل الضرب. بصوا كل ما تتضرب اكتر، كل ما لونها يفتح كده ونوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. ودي اول تركة او اول سبب من اسباب نجاح البيتي فور، الضرب كده اللي ان انت توصلي للقوام المظبوط زي قوام الكريم شانتيه بالظبط. تمام. هكمل ضرب برضو فيها. وبعد كده هاجي بقى للبيض احط عليه شويه الفانيليا، تقريبا معلقه كبيره من الفانيليا السايله، او لو انت هتستعملي البودر هتحطي 3 بواكي من الفانيليا البودر. بصوا انا جيت احط المفروض بيضه بيضه، المفروض تنزل بيضه بيضه، بس هي نزلت معايا بيضتين مره واحده. بس هو يعني انا ما كانش قصدي، بس نزلوا، بس ما فيش مشكله. هكمل بقى ضربها اثناء الضرب كده لحد ما تختفي البيض خالص، وبعد كده انزل بالبيضه اللي وراها. عاوزه اقول لكم بقى على تركه البيض. البيض هنا هو اللي بيحدد لي نعومه او قرمشه البيتي فور. يعني لو حضرتك عاوزه البيتي فور بتاعك ناعم قوي هتستخدمي صفار بيض بس. بس النعوميه هنا بتبقى يعني كتيره قوي وشديده، لدرجه ان البيتي فوريه ممكن تتكسر منك مجرد ان انت بتشيليها. لكن لو انت عاوزاه مقرمش وحلو هتستخدمي يعني ايه البيض كامل، البيضه كامله، هتستخدمي الاربع بيضات كاملين. طب لو عاوزاه متوسط ما بين النعومه والقرمشه سنه، هتستخدمي البياض يعني البيضه الكامله مع صفار بيضايه زي ما انا عامله كده بالظبط. فيعتبر احنا كده ماسكين العصايه من النص عشان يديني بتفرايه حلوه ان شاء الله. بصوا انا بحاول الم صفار البيض، لان طبعا وانا بكسر البضايه الصفار بتاعي يعني ايه اتبهدل كده شويه مع البيض. هنا بقى خلاص انا كنت حطيت كل البيض بتاعي، وبدات انزل بالدقيق. طبعا الدقيق عليه رشه ملح عشان يظبط العجينه، وبدات نزلت بكميه الدقيق كلها. طبعا هنا بيكون العجان على الهادي عشان طبعا ما يطرطش ويبهدل الدنيا. لو عندك غطا طبعا بتحطيه، بس انا صراحه ما رضيتش احط الغطا عشان يبقى الصوره ظاهره قدامكم واضحه. بابدأ بقى أدّي تقليبتين كده مع العجان. مش عاوزة أعجن فيها يا جماعة، لإن البيتي فور والبسكوتات عامةً ما بيتعجنش فيه.
كل اللي أنا باعمله إن أنا باحاول بس يعني أخلّي المكونات تتجانس مع بعضها وتلِم كده مع بعضها وأوصل للعجينة اللي أنا هاوريها لِك دلوقتي. طب لو أنتِ شغّالة بالمضرب بتُقفي عند المرحلة اللي فاتت دي وتبدئي تحطّي الدقيق وتقلّبي بمعلقة أو بإيدِك كده لحد ما توصلي للقوام وتقلّبي كل المكونات مع بعض. بصوا انا بوريكم العجينه، بصوا ملزقه خالص، وهي دي العجينه المظبوطه للكيس. طب لو العجينه كانت اتقل من كده هتتعبك جدا في يعني ايه الشغل بتاعها والتشكيل، لكن هي لازم تكون ملزقه كده عشان تمشي معاكي بسرعه في التشكيل بتاعك، وهتشوفي كمان وانا بشكل هتبقى ازاي. خليكي بقى معايا يا ست البنات عشان لسه هقولك معلومات برضو هتظبط معاكي البيتي فور. هنا كنت قسمت المقدار بتاعي لاتنين قسمين عشان هعمل جزء شوكولاتة وجزء هخليه فانيليا زي ما هو. هحط تقريبا 3 معالق كبار من الكاكاو بما يعادل 40 جرام من الكاكاو، وعليهم 20 جرام من الزبدة تكون برضو طرية كده، عشان تعادل ايه الزبدة طبعا هنا مهمة جدا عشان توصل لي العجينة برضو لقوام كويس. زي ما وريتك كده التب اللي انا هشتغل بيه، لو التب ده شغال التب اللي اوسع منه او اللي اكبر منه برضو شغال. طيب إيه نوعية الكاكاو اللي أنتِ تستعمليها؟ أنا هنا مستعملة كاكاو أسباني غامق. طيب لو أنتِ مش متاح عندِك هتستعملي كاكاو الفاتح عادي، بس عاوزة أقول لِك إن أنتِ ممكن لو عاوزة تزودي كمية الكاكاو عشان توصلي للون معين، يعني تبقى البيتشوفورية بتاعتِك غامقة، أو أنتم من عشاق الشوكولاتة فبتحبوا إن كمية الكاكاو تبقى كبيرة، كل ما هتزودي كاكاو لازم تزودي قصاده جزء أو قطعة من الزبدة عشان تعادل الكاكاو اللي أنتِ زودتيه وتضبط لِك العجينة. هنا انا كنت بدأت بقى كده احط الجزء بتاعي بتاع العجينة الفانيليا في الكيس الحلواني، واشكل بقى. بصوا ما شاء الله العجينه عشان مظبوطه وكانت زي ما قلت لكم قوامها اللي هو الملزق ده، هتمشي معاكي في التشكيل بطريقه كويسه، مش هتبقى متعبه ولا هتبقى تقيله على ايدك ولا هتبقى يعني معضمه كده معاكي، لانها خدت الضرب بتاعها كويس قوي في الاول بالنسبه للزبده والسكر مع بعض لحد ما وصلوا للقوام الكريمي زي ما احنا قلنا. طبعًا إحنا ما بنريّحش العجينة يا جماعة، إحنا بنشتغل فيها على طول، وأول ما نخلّص صاج أو صينية بندخّلها الفرن، الفرن بيكون شغال قبلها على درجة حرارة 180، لو فرن حامي هاقلل الحرارة شوية. طيب أنا مثلًا أثناء ما هو جوّه وأنا عملت مثلًا صينية أو 2 ما اسيبهاش في الجو برّه، أدخّلها التلاجة يا ريت عشان الزبدة بتاعتها ما تفصلش واحس كده إن البيتي فور بتاعي ساح. نقطة كمان مهمة جدًا وأنا شغالة يا ريت ما نشتغلش في المطبخ أو في جو حَر، عشان برضه نفس الموضوع هيدّيني إيه، هيسيّح العجينة معايا. تمام. طبعًا كان هو كده دخل الفرن وطلع كده، بصوا أنا باوريه لكم. بعد ما طلع طبعًا هو تقريبًا بياخد له من ربع ساعة لتلت ساعة، برضه حسب الفرن بتاعِك. أول بس ما بياخد لون من تحت كده ويكون أصفر كده بتطفي عليه. طب لو أنتِ عاوزة تدّي له لون من فوق بتدّي له بتفتحي الشواية عليه وتدّي له لون بس بسيط كده، بس لازم تنزّلي الصاج أو الصينية بتاعتِك بعيد عن الشواية عشان ما يتلسعش. تمام. احنا تقريبا قلنا كده كل التريكات، بس في حاجه مهمه جدا عاوزه اقول لكم يا جماعه. الدقيق حتى لو انت استخدمتي دقيق معلب او اكياس لازم توزنيه، لان في بعض الانواع من الدقيق بتكون مش كيلو مظبوط. يعني انا وانا هنا بشتغل وزنت الدقيق هنا وكنت مشتغله بدقيق الكوثر، لقيته تقريبا ناقص 80 جرام. فانت في الحاله دي لازم تكملي وزن الدقيق بتاعك عشان تبقى مقاديرك كلها مظبوطه. بصوا انا بحاول كده اوريه لكم من فوق ومن تحت، وبصوا واخد التسويه ازاي، حتى اللي بالشوكولاته برضو مظبوط ما شاء الله. طبعا يا جماعه احنا بنسوي البيتي فور على الرف الاوسط، وزي ما قلنا الحراره بتبقى يعني ايه متوسطه. عاوزه اقول لكم كمان يا جماعه ان البيتي فور ما بيتحطلوش بيكنج باودر خالص، كمان لازم الدقيق بتاعي والسكر يكونوا منخولين. ما شاء الله الباتشفراية طالعة معايا ناعمة وقوامها حلو قوي ودايبة كده دوب وطعمها حلو وسكرها مظبوط وكل حاجة. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم بقى وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسوناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.